الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جاشنا كده المسألة الرابعة. فقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ودي المسألة الرابعة فروضه يعني فرض دست نویجه، أي أعضاؤه. وقت بيشتى فرض دوی آنكو تشتى بجها آنكو أو أندامت بو دست نویجه تنششت كا كيش جهن فرضا بنششت يود بتاتا. وهي ستة أو جيشاشة. يايكي غسل الوجه بكامله، ششتنا ري وجه مروفي بكامله يعني همية. ما وجه كيفية جه شين بنا مية الآن ياتا جه ميل شين بن دماهي جه ميل شين بن دست بيت كاتن درجة ياوي حتى أرزن كاتا و باناتي يجيش جوه بو جوه أبد بين وجه بدوي أبخر بتششت. قلت لقوله تعالى جبال قلت ناخذ تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ريد خابشون. قلت ومنه المضمضة والاستنشاق. هذا الشرية مضمضة يعني أوفد دافي خواردي شلقينا وتفكي، والاستنشاق أنكو أوفي هل كيشيا دفناخا وباشنكي كفكي، لأن الفم والأنف من الوجه چونكي الثابتة دفن دف اشكيفنا رينا وجه مروفنا. يدوي غسل اليدين إلى المرفقين، ششتنا هردو دستا حتى هردو أنيشكا، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق دست خاشيبشون حتى أنيشكا. يسي مسح الرأس كله مع الأذنين، مسح كرنا سر همية ديال هردو جوها آن كنت دست خطار كي جارة كي وقت ده تار كرن دسر خا مسح كي دست بكي حتى با پشت سر خا ده إنيا و هشت هر بوي طراتي ده جهت خاجين مسح كي، لقوله تعالى جبر قلنا خو تعالى وامسحوا برؤوسكم سرت خا مسح بكن، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس هردو جه اشكيفنا السرنا، يعني ما دام السرنا بتأوجي بنا مسح كرن فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. چنا بتهندك سر خا مسح بكي ويادي مسحنك جرى جتايل دست بك سر خا ما سجار دست خال أنيا خادت نبنا مسح سرية جرى كستاي داشت پرچان خراب نبيد دي بيچا كي دست خال سر پرسيدن وخلاص أبنينا بدفيا سر أنياتا ببای هر دو دست خواب بو پشته و بینیه و جاره کدی. گوتیا چاره غسل الرجلين إلى الكعبين، ششتنا هر دو بیا حتى هر دو گوزکا، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بتخاجي بشون حتى هر دو گوزکا. گوتیا پنجه الترتیب اش فرض دست نویجی اوه تو بترتیب بشوی يعني بدي فكرة، لأن الله تعالى ذكره مرتبا چونك رب العالمين شو يقول مرتب أنكو دفع كرايت قلت هم. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه. وبيغمبر خديج عليه الصلاة والسلام ترتيب يا ششته وكيوه يا خده قلت الوجه الريه ششته، فاليدين باشي هردو دست، فالرأس باشي السر، فالرجلين باشي هردو به، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره كتواتي التشوانية دست نفيجة پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام هل وكي وارد بود حديث عبد الله كر زيد وغير وجي. قلت يا ششش فرض دست نفيجة الموالاة. موالاة شيء أنكو بدف يعني نغبر نكبده. قلت بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة، اوه یهو سایه موالات تو اندام دست نویجه بشوی اکثر دیفیه بری ورا اکثر تو بشوی، یعنی وقتی تا ریشوز ششت اکثر بچه دسته بدون تأخیر بيكو تأخير ببيتن نوف بري بأخيه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متواليا
يتوضأ متواليا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام دست نویش چوا ششت متواليا دي فكرة. قلت ولي حديث خالد بن معدان جبل حديث خالد كور معداني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام ديد ظلامة كي نویجت كان وفي ظهر قدمه لمعة وقلت السر پشتاپیوه پارچاکی هی طیسیدن قدر الدرهم هندي درهمه كبي قلتي لم يصيبها الماء آف نجهشت بيه فأمره أن يعيد الوضوء پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام أمر وكر چه بكتن دست نویج دوباره بكتن أبا صحيح قلت فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام اگر هاتو موالات شرط نبا موالات ما گوت چیه؟ اختت ایک شد یه دیم باشر دیفرا بشوی اگر اول شرط نبا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دا بشتی او جه مایی جیتار که و خلاص بخواب شو و خلاص بس گوته هر دست نویج خرب شو معنای موالات شرطه اگر نمانه ری درسته ششته دست درسته ششته سر درسته ششته بس به یه مای بس چونکی ناف برکا درجه که تنا بین دست نویجی و ویگا ویدا نگوته هم هر بس بخواه تمامی بشو و خلاص نه گوته هر دست نویجی خرب شو واللمعة لمعة چیه؟ قلت الموضع الذي لم يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل لمعة بحث وجه هي أبي أوف نجهشتي شد دست نویجی دا بیت انصر ششتنه بیتن المسألة الخامسة مسألة بنجي سننه سنة دست نویجی وقت تو دست نویجی شوی چه سنة تو کی؟ تشتي سنة شنو؟ قلت هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها هندي تشتي تاي سنة الدف دست نویجی ام بكين ويبكد خدا خير بيت ومن تركها فلا حرج عليه بس يناك تنشقنه سرنينه وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء بجنا فان كريارة بجنا سنة دست نویجی وهي أول جار التسمية في أوله يعني دسبية بجي بسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم جبل قلنا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دست نویجه و نیا كاملة اويكو ناوي خدل دسبية نعينيته يا دوي السواك طبعا علماء خلاف السر بمسألة هي كان تسمية بسم الله شو تشتكي واجبة شرط آنجي سنة قلت يا دوي السواك سواك شوان سنة يدبو دست نویجی مروف بكت لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أجر نجبر بشنده بادر سر أمت خب زحمت كم لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء دا بجمعوان سواك بكار بينن الدف هر دست نویجی ساعتی اوجی رحمه پیغمبر و مدیار کت علیه الصلاة والسلام که امت خیر رحم بیتشت زحمت بوانا ندفع یا سه غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء دست بیکا دست نویجی هشتا دست نویجنه ششتا سه جارا هر دو کف دست خواه بشو لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك چونكي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام افچنده ها يكره إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه چتكر سجارة هر دو كف دست خات ششتن كچاوهات چوانيان دست نویجویده یا چاره المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم اگر تو نه پروژیبه سنت آوه وقت دوه خوار دی باش بیا گویاخه و وقت تو دفنا خواهد کش باش بیا سر سنته اگر تو نه پروژیبه اما اگر تو پروژیبه باش نبگویاخه و باش دفنا خواهی نه هل کشه دانه چی دخاره فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر يعني وارد بصفة دست نویج پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام آف دب خورده و آف هل کشه دفنا خواه کف کر ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام امر و صحابي کر گوته وقت آفت هل کشه دفنا خواه باش هل کشه إلا اگر توی پروژی به باش نه هل کشه گوتی یا پنجه الدلک آنکو ام بجین خوراندن آن پرخاندن و تخلیل اللحية الكثيفة بالماء
وهروسا كرنت ناف دايا تبلا بوان ريهت بوش مروف تبلت خا ابكات الناف وان ريهت بوشرا اكا ريهت مروف بوش بن اب آوي حتى يدخل الماء في داخلها داف تشيتا الناف ريهت مروف را سنة نواجبة سنة اجا ريهت بوشن ناس جيت فرن دستت خا ابكا النافرا وقتی چه بکی آفتاب شده نافتا قوتي لفعله صلى الله عليه وسلم چونك پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام يواكره فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه پیغمبر خدا چت کرد عليه الصلاة والسلام وقتی دست نوشش با هر دو دست خود پرخاند يعني نكوت بس آوه همو پیدا کی دبر آوه نه جل هنده دست کدی به پرخینه سنته قوتي وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويدخل به لحيته پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام آف دانا بن حفكخه و تيرد ناف ريهت خارا بيت كيرد ناف ريهت خارا قلت هر وصا شوان تشتا يسنة تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين سنة توي راست عاول بشوي باشي جابه كاتش دست جابه لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب التيامن پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام حشر خير راست ذكر في تنعله اگر نعال خاكر با دعول راست كده وترجله اگر پرچا خاشكر با ريهت خاشكر بان دعول رخي راست شكدن وطهوره اگر خپاقش كر با سر خاشش با دست نویج خاشش با داش رخي راست دست بكر وفي شأنه كله وش همت شد خايد ديداجي يت بركات دايت باش دست راست دست بكر يا حفظ تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين سنة الريخة وهروصا دستتخا وبتخا هريك السجارة بشوي فالواجب مرة واحدة يا واجب جاري تنيا كتا جاري كيشش تبا واجب سر ترابي ويستحب ثلاثا أما يتا سجارة ششت أبا سنة لفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه يا ثابت بيش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة هند إجارة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام ريخا ودستت خابت هريك جاري تنيا ششت هند إجارة مرتين هند إجارة هريك دو جارة ششت وثلاثا هند إجارة هريك سي جارة ششت يا هشتي الذكر الوارد بعد الوضوء يا هشتي وأخير شيء سنة أو ذكر هاتي كو بشتي دست نويجي مروف بكتن ذكرك پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام يعني شمداي بدم حريص بين أو ذكرها نجبر كين بشتي هم دست نويجه بشت لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء نينا ايكش هواها بدست نويجه بشوت ودست نویجه خب تمامی بشود آوه بگین ده همه اعضایت لشه خواهد دست نویجه ثم يقول پاشی بجیتن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أذا ذكره هنه بكتن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيش عندها نبتن دبج أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قلت إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية إلا هج درجه بحشر بوغ بنبا يدخل من أيها شاء يبفد تداشتا جور والحمد لله رب العالمين.